توني كروس من مواليد 1990 ولد في غرايفسفال، لاعب ألماني متوسط الميدان وصانع ألعاب وأحد أفضل اللاعبين في العالم. بدأ توني كروس مسيرته مع نادي بايرن ميونخ، حيث شارك لأول مرة في سن 17 عام 2007، وانتقل كفترة إعارة لباير ليفركوزن لمدة 18 شهرا ليعود لناديه السابق البافاري عام 2010. ثم أصبح كروس نجما للبافاري وتوج بلقبين متتاليين، الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا ولقبين من كأس ألمانيا، لينضم في عام 2014 لريال مدريد مقابل 25 مليون يورو في مدريد. أصبح كروس جزءا مهما من الفريق تحت قيادة زيدان وكارلو أنشيلوتي، وساعد ريال مدريد بلمساته وتمريراته السحرية وأهدافه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وتوج بالدوري الإسباني 4 مرات، وفاز بكأس السوبر الإسباني 4 مرات كذلك، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وفاز ببطولات أخرى 5 ألقاب من كأس العالم للأندية. لعب كروس أول مباراة له مع المنتخب الألماني عام 2010، وسجل آنذاك أول هدف دولي له في عام 2011، ومنذ ذلك الحين أصبح المفتاح للمنتخب الألماني وشارك في كل البطولات. وفي عام 2014 قاد كروس بلده للفوز بكأس العالم، وكان أفضل ممرر للتمريرات الحاسمة. أعلن اعتزاله بعد خروج منتخبه من بطولة أوروبا عام 2020-2021 ليعود من الاعتزال حتى يلعب هذه البطولة هذا الموسم. بعد نهايتها سيعتزل نهائيا كرة القدم سواء مع المنتخب أو الميرينغي. هذه لمحة ونذبة بسيطة عن كروس. ومن جانب آخر نبقى في ريال مدريد، أسدل الستار عن أطول قصة انتقال في تاريخ كرة القدم. ريال مدريد يعلن رسميا انتقال الفرنسي كيليان مبابي بعد محاولات دامت أكثر من 6 سنوات لينتهي به المطاف لاعبا للفريق الملكي. أعرب كيليان مبابي عن سعادته البالغة بالانضمام للملكي، مؤكدا أن حلمه تحول للحقيقة. وقال مبابي في رسالة لجماهير ريال مدريد عقب الإعلان عن ضمه: لقد تحقق حلمي أخيرا، أنا سعيد وفخور بالانضمام لنادي أحلامي ومتشوق لرؤيتكم جماهير ريال مدريد، وأشكركم على دعمكم الرائع. هالا مدريد. للمزيد لا تبخلوا علينا باللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.